الرحيم. الإرهاب الأسود، حلقات موصولة إلى أن ينتهي الخطر، حلقات بيننا وبين الشعب المصري حتى لا نصل إلى فتيل الانفجار. احنا وعدناكم في العيد هيكون معانا صديقنا واستاذنا الدكتور ياسر كمال، هيشرفنا دلوقتي حالا عشان نتحاور حوار جميل ونوصل بيه لحل. طبعا الكتابات اللي احنا بنكتبها على صفحات ثورة مصر وتحالف الدفاع عن الوطن، الناس بيقولوا احنا المقالات طويلة بنزهق من القراية. الشعب كله او الشعوب العربية عامة ما بقاش تحب القراية، فبناء عليه خدنا قرار انا وصديقي العزيز الدكتور ياسر ان احنا نعملها لكم حلقات مبسطة صغيرة عشان نقول للناس ايه هي الدولة التي تحكم العالم وبسببها قام الربيع العربي، وبسببها احتمال كبير تأسيس دولة آل صهيون من النيل الفرات. أستاذنا أستاذ ياسر هيشرفنا السلام عليكم. خالد شيخ معلش بقى اتأخرت، الطريق زحمة معلش. ازيك اخبارك؟ عامل ايه؟ بخير الحمد لله رب العالمين. مساء الخير عليكم جميعا. هو في ايه؟ انا حاسس ان انت قاضي عليا، ايه الموضوع بالظبط؟ الموضوع حضرتك اللي فتحته سنة 2012 بعد انا ما كنت قريت فيه من سنين طويلة، ولقيت ان حضرتك كاتب فيه باستفاضة طويلة جدا، ولغاية النهارده لما بنيجي نكلم الناس على الإرهاب الأسود أو دولة الماسونية العالمية أو الصهاينة ومخططهم الكبير من النيل الفرات، في ناس فاكرين إن دي قصص ومسلسلات إحنا بنحكيها للتسلية، ومش عارفين إن هي أصلاً فعلاً قنبلة موقوتة عشان تقضي علينا. أنا بصراحة أنا سعيد بيك، وسعيد بالطرح اللي أنت بديت بيه وطرحته، وأنا متابعك وطريق يعني. أولاً أنا شرف ان انا اكون موجود معاك، وشرف الناس كلها اللي موجوده معانا النهارده. احنا في 2012 طرحنا حاجه اسمها الاناركيه والثوره المصريه، وطرحت حاجه باسم دوله الشبح اللي هي تحت مسمى دوله فرسان مالطا، دوله ملهاش وجود طبعا زي انت ما نوهت عنها قبل كده وقلت، لكن اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده زي انت بتقول كده يا مستر خالد، احنا في خطر، والخطر اللي بنتكلم عليه ده مش خطر حرب ممكن يشن علينا حرب بمدافع ولا بواخر ولا برصاص، لا، ولا خطر ناري خالص يعني، ولا خطر هجومي خالص، ولا في اي دور للجنرالات الحربيه فيه، ولكنه خطر سلوكي واخلاقي، وخطر بيهدد ثقافه وتاريخ. يا جماعه احنا تاريخنا بيتمسح، وانجازاتنا بتتنسب لغيرنا. وخالد ده يمكن يتفق معايا في الحكايه دي، وانا يعني هسيبه هو يفرق شويه، ان هو ايه يعني عارفين اللي ما بينامش عشان خاطر قضيه. هو الاستاذ خالد يعني واخد قضيه الماسونيه بقى ايه على محمل جد. اخر مره قلت له خلي بالك احنا ايه هيبعتوا يطلبوا يا يقتلونا يطلبوا يقبضوا علينا احياء. ممكن بقى انت تقول تعرف الناس شويه عن الماسونيه، وانا هتكلم عن الماسونيه والاخلاق المصريه. بس احنا عاوزين نتكلم في حته اللي هيقبضوا علينا مش اولادنا المصريين ولا الجيش بتاعنا ولا الشرطه بتاعتنا، لا، اللي هيقبضوا علينا او يغتالونا ناس ما بتحبناش. عدونا الرئيسي هم مؤسسين الدوله الصهيونيه العالميه. نبدا من سنه كام؟ نبدا بالتاريخ الحديث ليهم جوه الكنيسه الالمانيه سنه 1872 تقريبا. دي البدايه تقريبا، دي 1872 فعلا كانت البدايه بتاعت دوله فرسان مالطا او الماسونيه العالميه اللي بتتحكم في العالم كلها. ممكن بقى خالد بيقول لنا الهيكل برواياز الحقيقي، احنا قلنا اسم. تخيلوا ان دوله فرسان مالطا ليها 56 تمثيل دولي
منهم مش هنقول كام دوله عربيه عشان الجماعه العرب حبايبنا ما يزعلوش. لا ونقول 6 دول عربيه جواها السفاره بتاعتهم. تخيلوا ان حزب او جماعه مكونه من 6 افراد و5 مستشارين يبقى عندهم سفارات داخل دول وامن وحراسه وليهم كرسي مستدير جوه الامم المتحده. اللي الفلسطينيين يعني عاملين يعيطوا عليه ويقول لك احنا عايزين كرسي عايزين كرسي، ومصر خدت الكرسي بس ما خدتوش مستدير. تخيل بقى ان دوله فرسان مالطا واخده الكرسي. حضرتك انت بتتكلم على دوله لا دوله وهميه. يعني احنا قلنا دوله جوه دوله جوه دوله بتضامن جوه الفاتيكان وبانيه، هنقول ايه زي ما رئيس الراحل الله يرحمه كان بيقول على احد الدول كشك في المنطقه العربيه، هم فعلا كشك في قلب ايطاليا بيحكموا العالم كله. طب احنا ممكن نتكلم عن الماسونيه والاخلاق المصريه. احنا صدرنا، يمكن ممكن خالد بيه يصدر الجورنال بتاعنا. احنا كان لنا اصدار في شهر 11 2011 واتكلمنا فيه عن الاناركيه والثوره المصريه. لكن انا النهارده هتكلم عن حاجه مهمه جدا، الماسونيه والاخلاق المصريه. ايه رايك في الموضوع؟ هنتكلم في الموضوع. احنا لو رجعنا حضرتك زي ما بقولوا كده الاجيال السابقه اللي الاربعينات والخمسينات والستينات، لو احنا كنا بنبص ونشوف واحده ماشيه بالميكرو جيب والميني جيب والاخلاق محترمه، احنا ما بنتكلمش على دين ولكن بنتكلم على قيم واخلاق. صدروا لنا بقى اللي مربي شعره واللي بالرغم ان كان في موضه الشارلستون والحاجات دي كلها، ولكن صدروا لنا اخلاق جديده. طبعا صفحات التواصل الاجتماعي كلها. الزعيم عبد الناصر في سنه 69 او 68 قرا في الجورنال او قرا في مجله كده ان في مسابقه عن الشباب اللي بيربي شعره على شواطئ ميامي في اسكندريه. فاتصل بوزير الحربيه ساعتها وقال له بكره الصبح الساعه 6 الصبح تكون واقف على شط ميامي مستني كل الشباب اللي دخل المسابقه وتاخدها توديها الجيش. احنا له مرة هو ده الزعيم. احنا برضه في ثوره مصر كنا بنقول عاوزين زعيم. فين الزعيم؟ ان شاء الله في وسطنا زعيم هيحاول يقوم لنا ولادنا ويرجعهم للقوه الاساسيه بتاعت حب الوطن. حب الوطن هو الاساس، عشان هم كرهونا في الوطن. على فكره احنا ما بنتكلمش على رئيس. جمال عبد الناصر رئيس، محمد انور السادات رئيس، محمد حسني مبارك رئيس، محمد مرسي رئيس، عبد الفتاح السيسي رئيس. التاريخ لا يحاسب ولكن التاريخ يذكر، واللي بيحاول يمحي تاريخ ده لص. وانا ما اعتقدش ان في مصر لصوص الا ممكن خالد يقول لنا. هقول لكم على حاجات كتيره. احنا هنرجع بس للتاريخ شويه يا دكتور. سنه 1530 لما فرسان مالطا، هم اطلقوا على نفسهم فرسان لان لقب فارس هي اسمى الاخلاق كانت للمقاتلين الجنود، فاطلقوا على نفسهم كلمه فارس عشان ياخدوا شرف الفروسيه، وهم لا اخلاق عندهم. هم عاملين زي الديدان الطفيليه اللي دخلت في جسد الامه عشان تقوى من ضعفنا، عشان تتغذى على النمو بتاعنا، وفي الاخر تبقى الدوله بتاعتنا دوله ضعيفه، وفي الاخر يحققوا لنفسهم المركز القوي في السيطره على العالم، وهو الهدف الرئيسي. بعد طبعا شفنا الدول اللي حوالينا حصل فيها ايه، فهم بيحاولوا يزحفوا ويخشوا عندنا هنا بطريق غير مباشر، عن طريق الاعلام، عن طريق المثقفين والسياسيين اللي طبعا مش عاوز اقول مأجورين، مش هنشكك في ذمه حد، ولا هنقول ان حد من الشعب المصري. الشعب المصري كله على فكره في حاجه جميله قوي، وقت الخطر بينسى الخلاف اللي ما بيني وما بينك، بينسى الخلاف اللي ما بينه وبين اي حد تاني، بينسى ان هو يقول انا ديانتي كذا او بنتمي لتيار كذا، وكله بيتكاتف. هم بقى بيلعبوا على الحته دي، ازاي يفرقونا. عشان كده احنا قلنا الاناركيه هي مصطلح تم تصديره سياسيا بمعنى كلمه لا سلطويه. يعني ايه؟
لما جت كوندوليزا رايس عندنا هنا في مصر وقالت الفوضى الخلاقه، الفوضى الخلاقه هي اللي ما بيبقاش في مركزيه، ما بيبقاش في سلطه تتحكم، لكن كل واحد يقدر يعمل هو عايز يعمله بمزاجه وبراحته. طب يعني ايه الكلام ده؟ عشان كده لما جينا مثلا في ثوره 25 يناير هننسب بقى، هنسيب التاريخ بتاع دوله مالطا، ونسيب التمثيل اللي هي بتاعها اللي في 96 دوله، وهنسيب ان هي ليها 6 تمثيلات في 6 دول عربيه زي مصر، المغرب، الاردن، لبنان، موريتانيا، السودان. 6 دول بيمثلوا. طب لو رجعنا ال6 دول دول قبل ثوره 25 يناير هنلاقي ال6 دول كانوا واقعين تحت احتلال. كانت ظروفهم الاقتصاديه صعبه. كان بيفرض عليهم كل شيء. طب ايه الجديد؟ ربيع الثورات العربي. احنا يمكن نسيب التاريخ لان خالد بيه كتبه قبل كده، وفي ناس علقت، في ناس اخذته ونشرته في جرايد، واحنا اشتغلنا في الموضوع ده، لكن احنا عايزين نتكلم على الجديد يا جماعه. احنا قلنا الماضي وقلناه في نبذه، لكن ايه الجديد؟ الربيع العربي انا اطلق عليه الخراب العربي. مع اني مؤمن بثوره 25 يناير ومن الناس اللي نزلت ميدان التحرير وقعدت 18 يوم في ميدان التحرير، ولكنه تم تصدير اليات وادوات وافكار سامه قدرت توصل بينا المعترك مش بتاعنا. يمكن خالد بيه يكمل. حضرتك انت نسيت حاجه مهمه جدا. هم ليه دخلوا كسروا الثوره؟ كسروا الثوره عشان حاجه معينه، بينوها جميله، وقال لك ان الشعب المصري جميل. بعد التكسير شباب نازله تنظف وتكنس وتمسح. بعد كده حبوا يصدروا لنا حاجه واحده بس، الارهاب الاسلامي. وبعدين قال لك الدوله الاسلاميه في شمال سيناء، وداعش على حدود اليمن والسعوديه، وداعش في ليبيا. كل ده عشان يكملوا المخطط بتاعهم اللي بدأ سنة 1655 بالقضاء على تركيا. إن تركيا كانت بتمثل في الوقت ده هي الدولة الرئيسية في الدول الإسلامية. حطوا ليهم حاجة زي القراصنة عشان يستولوا على الجزر اللي حوالين تركيا، عشان بعد كده يحاولوا يكسروا تركيا. وكان عندنا احد القيادات اللي عندهم قال لك احنا عندنا الكرسي الرسولي او بتاعهم، هو ده الكرسي المقدس اللي عاوزين يحطوه هنا، بعيد عن اي ديانه، بعيد عن المسمى بتاع الكرسي الرسولي. ولكن هو قال لك كان كامبراطور او كاردينال بحكم العالم كله، بعد ما حطيت سيطرتي على اوروبا كلها فاضل عندي العرب والمسلمين، ودول شويه جهله، يعني هم جهلونا وقالوا علينا متخلفين، وللاسف بايدينا ساعدناهم يا دكتور. ده اكيد. طب انا برضو من ضمن التاريخ والارقام اللي بتظهر والحقائق اللي خالد بيه بيسردها، انا يمكن يا جماعه بس عايز اوضح معلومه صغيره جدا. العرب لغايه 300 سنه تقريبا 400 سنه كانوا متصدرين العالم في العلم. عندنا امثله: خوارزمي، ابن سينا، ابن القيم، امثله كتير جدا. كل الناس دي هي برعت وابدعت لغايه ما جاء بعض المستشرقين وبعض الاوروبيين وبداوا يعملوا ابديت وتحديث لتلك المعلومات، وبداوا ان هم يطوروها ويحطوها باسمهم. طب العرب فين؟ اطلقت مقوله جميله جدا انا عن نفسي بحبها بصراحه. ليه بقى؟ هي ضدنا بس انا بحبها، لانها بتوريك قد ايه هم تفكيرهم عليك وهم عايزين يوصلوك لايه. عشان كده بيروجوا ليه، يقول لك ايه؟ العرب لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يفهمون، العرب لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يتعلمون، واذا تعلموا لا يفهمون. يعني ايه؟ يعني انت عربي بتقرا جميل، انت مش هتفهم. طب لو فهمت مش تتعلم. هو صدر لك كده في السلوك الحديث حاليا دلوقتي اللي احنا بندرسه في التنميه البشريه، علم التنميه البشريه اللي غزا العالم كله دلوقتي حاليا، بيقول لك ايه؟ لما تقدر تصدر للانسان كلمه انت غبي انت غبي انت غبي انت غبي، بالطبيعه بيبقى غبي. طب ايه اللي حصل؟ صدروا لنا كلمه احنا اغبياء من 300 سنه ولا 400 سنه، انتوا اغبياء انتوا اغبياء انتوا
عذرا لا قاده ولا ناس تقدر تفكر الا لما ترجع للمرجع الغربي، لا قاده ولا ناس تقدر ترجع الا للمعسكر الاوروبي. طب ليه يا جماعه؟ اقول لك ده العلم في اوروبا، الثقافه في اوروبا. طب ما العلم والثقافه عندنا ده احنا اللي بدعناهم، ده احنا اللي عملنا اول الرسوم الهندسيه، ده احنا اللي عملنا علوم الطب وفنون الطب، احنا اللي عملنا من 7000 سنه فن التشريح والتحنيط. طب احنا فين؟ ما تعرفش. اسيب بقى خالد بيه عشان انا ضغط طلع. وانت حضرتك لما تتخيل كده ان 13000 جندي من جنودهم، او انا بسميهم عصابات مافيا، هم حط 13000 جندي في شكل اطار اغاثه انسانيه عشان تبقى الناس كلها تتعاطف معاهم. هو الجمعيات بتاعتهم كلها بتتمثل في الاغاثه الانسانيه والكوارث، ولو لقى عندك اي مصيبه يعني من الاخر يبعت لك الرجاله بتاعته. الرجاله بتاعته دول عباره عن جواسيس وزريعه يخشوا البلد مش عشان ينجدوك من الكارثه اللي انت فيها، لا دول بيزودوا الكارثه بتاعتك بان هو يحسسك ويحسس الشعب كله ان حكومتك فشلت، ان دولتك انهارت، انك انت خلاص داخل على مجاعه وهتموت من الجوع، بالرغم ان ربنا قال في السماء رزقكم وما توعدون. يعني رزقنا مش على ولا امريكا ولا على اي دوله. بالرغم كده يا دكتور هم اسسوها في 3 دول وحببوا الناس في ال3 دول دول. يعني انا من عشاق فرنسا والمانيا، وهم اساس التغيير في الامم العربيه. ومعهم ايرلندا. ايرلندا بقى هي معقل التدريب. كل الناس بالتاكيد لو قرينا، يعني احنا دلوقتي بنتكلم انا والدكتور ياسر عشان جالنا على الصفحات عندنا ان المقالات طويله، بالرغم والله ما طويله. احنا لو قريناها ووعينا ده خطر كبير جدا. احنا داخلين فعلا على كارثه. واي حد بيتكلم على ثوره انا معاه، هنروح نعمل ثوره، بس هنطالب في الثوره بايه؟ 25 يناير يا دكتور انتهت لان ما كانش فيه قائد. ولولا ان الجيش وقف في صف الشعب فتره زمنيه محدده، وكمان عشان ما يبقاش موجود في الشارع كتير، هو اللي وقف ونظم وقضى على الثورة الخلاقة أو الفوضى الخلاقة اللي كانت مصدرة لنا من دول، للأسف إن هم دول الصديقة زي ما بيقولوا. فإحنا لو ما انتبهناش وقلنا يا مصريين يا شعوب يا عربية، إحنا مش في وقت إن إحنا تنينا نقول الرئيس الفلاني عمل ولا الملك ولا الأمير وتنينا نكسر في بعض. فلوسنا اللي هم شغالين بيها وبنوا دولهم، انتوا ارجعوا. الكلام اللي احنا بنقوله ده ارجعوا لامهات الكتب. يعني احنا دلوقتي ربنا يعني وصل لنا العلم وحب علينا بالانترنت والصفحات دي. اعرفوا مين اللي اكتشف امريكا؟ امريكا اللي نسبوها لكريستوفر كولومبوس، اللي اكتشفها شاب مسلم من دول المغرب. واثار المساجد اللي موجوده واتبنت في امريكا الجنوبيه ما انتهتش، ولكن الهنود الحمر اصحاب البلد الانجليز لما دخلوا هناك ذبحوهم وموتوهم. الحروب الصليبيه اللي كانت التتاريه، عشان ما اجيبش سيره الصليبيه واللي يبقى فيه، لا هي حروب تتاريه كانت بتنهي عقيده المسيحيين في اوروبا، وبعدين ابتدت تتحول دلوقتي ان هي تنهي عقيده المسلمين بالفوضى الخلاقه، ان هو يخرج شبابنا عن الاطار المعروف به، عن الاخلاق والقيم. احنا كان دايما نقول لك الشعب المصري متدين بالفطره. احنا صحاب 3 اديان اتزرعوا هنا اساسيه، 3 اديان سماويه كانوا في الارض هنا. رحله سيدنا يعقوب لما جه لسيدنا يوسف لما كان يعتبر ملك مصر، رحلة الأسرة المقدسة والسيدة مريم وسيدنا عيسى بمروره داخل الأرض المصرية. سيدنا إبراهيم من ضمن الموارد، يعني ده مورد أساسي من ضمن الموارد عندنا في مصر. يا جماعة إحنا عندنا في مصر هنا، يمكن بس خالد بيها خلينا نتطرق في حاجة تانية خالص. إحنا عندنا في مصر هنا موارد
لا حصر لها. انت عندك مزارين مقدسين ومصارين مقدسين مش موجودين غير على مستوى العالم غير في السعوديه، في الكعبه المشرفه والمسجد النبوي. عندك في مصر حاجه زي كده وحاجه دينيه بحته. عندك ايه هي؟ عندك خروج اليهود من مصر، طريق خروج اليهود من مصر ومصير العائله المقدسه الى مصر. هل انت عملت الكلام ده؟ انت فهمت عنه ايه؟ طب الكلام ده بيقول ايه؟ الكلام اللي قاله خالد بيه والكلام اللي احنا بنتكلمه ده والفوضى الخلاقه وكوندوليزا رايس والعفاريت اللي بتتنطط والاشباح اللي ليها سفارات وحراسات والتمثيل الدولي والكلام ده كله يعكس ايه؟ يعكس ان احنا ما بنعلمش عيالنا تعليم مستقبلي. ما بنعلمش ولادنا يعني ايه مستقبل بالنسبه لهم، ازاي يعيشوا عليه. تعيش على مستقبلك ازاي؟ مش عارف، هو مفيش مستقبل. النهارده احنا بنلوم ولادنا كلنا ويمكن بنحمل على ابنائنا وعلى اولادنا وعلى الشباب ان هم عواطليه وبلطجيه وما اشتغلوش وما بيعملوش. ازاي تطلب منه يشتغل وهو مش مؤهل للعمل؟ ازاي تطلب منه يشتغل وانت حطيته في مدارس بتحشيله دماغه بحاجات هو مش مدركها، مش هيطلع يفهمها، مش هيطبقها، مش هيعملها. يا دكتور هقطع حضرتك هنا، ما هو ده اساس الماسونيه، ان هو يخرجك عشان يقول عليك جاهل. صفر الوفاض، ايوه، او غالي الوفاض، بس هو ده اللي صدر لنا. وهو ده الحرب اللي حضرتك اتكلمت فيها، من غير سلاح، من غير اعداد، من غير طلقه واحده تتضرب علينا، ولكن هو بيمسح كل الافكار اللي هنا. فين جابر بن حيان؟ فين ابن رشد؟ فين وفين وفين وفين؟ ابو العلاء المعرفي. كل رموز الفكر والثقافه والعلوم والادب عرب ومسلمين ومصريين. عرب، مش هم مسلمين عشان ما نقولش احنا عنصريين، لا، عرب كلهم عرب. فين الامه العربيه في الفتره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ صراعات ما بين الامه العربيه وبعضها. عمركم سمعتوا عن رئيس دوله بيشتم رئيس دوله؟ هقول لكم على حاجه، من حوالي 10 ايام بالظبط الرئيس الاوكراني صدر تصريح قال على الشعب ان يلقي